الراجل رجع من الشغل لقى مراته عمالة تعيط جامد جدا. دخل قال لها مالك في ايه؟ قالت له مفيش، وانت بره العصافير اللي على الشجرة دي بتشوفني وانا من غير حجاب وخايفة ان انا اكون كده بغضب ربنا. الراجل فرح جدا بمراته، قد ايه هي خايفة على غضب ربنا من حاجة بسيطة. خد الفاس بتاعته وطلع شر الشجرة. بعديها بأسبوع الراجل تعب في الشغل فروح بدري. بيفتح باب البيت لقى مراته مع عاشقها. الراجل ما صدقش نفسه، كل اللي جه على باله انه فتح باب البيت ومشى وساب البلد كلها ومشى. راح بلد جديدة. اول ما دخل البلد دي لقى في زحمة في السوق. في ايه يا جماعة؟ قالوا ده الخزنة بتاعت الملك اتسرقت واحنا مش لاقيين السارق. فهو بيسمع حكاية السرقة لقى واحد لابس شيخ ماشي على طراطيف صوابعه، فقال لهم ماله ده؟ قال له ده رجل تقي جدا بيخاف حتى وهو ماشي انه يدوس على نملة فيأذيها. فقال لهم انا عرفت مين اللي سرق خزنة الملك، انا عايز اروح عند الملك. اول ما دخل على الملك قال له انت عرفت السارق؟ قال له اه. قال له ازاي وانت غريب عن البلد؟ قال له انا عرفته ولو طلع غلط انا مستعد لاي عقاب. الملك بعت للشيخ وجابه وقعد يحقق معاه واكتشف ان هو فعلا السارق. الملك سأل الراجل هو انت ازاي عرفت ان الشيخ هو اللي سارق؟ قال له لما تلاقي التحايل والكلام عن الفضيلة مبالغ فيه تعرف ان ده تغطية على حاجة بتحصل غلط. المبالغة والغلو في الدنيا والدين مفسدة ونفاق عظيم.